يا الله تمسيهم بالخير والنور والسرور. اليوم أدفى من أمس، دفى شوي، وبكرة يقولون إن شاء الله دفى، لكن يوم السبت جاي موجة برد قارصة يقولون، أنا ما أدري. خلونا من البرد ومن الدفى ومن خلونا العلوم الطيبة. مساكم الله بالخير. مساك الله بالنور. الشيخ معتصم اليوم طواجن وشغل حركات قدرة على طال البرد، علاج البرد. قدرة، هذه القدرة وين القدرة الغزاوية بنسوي اليوم، عبارة عن رز مبهر يشبه المقلوبة ذاك اليوم. الله. نطبخ اللحم ونبهر الرز ونحط سمن وثوم هنا ونقفلها على والفرن. فرن الماء. هذا بعد ما يستوي اللحم نص سوا، لأن هناك تكمل سوا بالفرن. وندخن برضو الفرن بحطب حبة قلبك عشان بتزين ثنتين ولا بتزين ذولي كلها؟ زين ست. والله. وكل واحدة فيها الرز؟ كل واحدة فيها الرز واللحم حمص وثوم وسمن. وفي هنا بندهن السمن أول شيء. بيكثر هذا يقول. الفلفل لازم. في ثلاثة بنحطهم شوية. أنا أدري إن علشان لازم واحدة كذا ملغمة. كل هالسمن بحط صح. عشاء الليلة. يا سلام. فيما نفكك اللحم نجهز الفخاريات. نعم، أول شيء الفخاريات أنا أدهنها من جوا بالسمن. السمن البلدي اللي هو سمن الغنم. سمن غنم أو سمن بقر أو سمن بقري، المهم سمن بلدي. أي. يعني أنا أفضل أن نبتعد عن السمن النباتي بالنسبة لي أنا في الطبخ. والله لنا كلنا، احنا عقب ما جانا الدكتور الخضيري خلاص أقنعنا. زيت الزيتون والسمن والشحم. ابعدوا عن الزيت النباتي قدر الاستطاعة. وإذا لقيتوا ثوم في الأكل اعرفوا انها زينة. بصل خلاص إن شاء الله. وفلفل يا هشام. وفلفل. الله يعينك، متعبة هذه الشغلة. لا والله تعبكم راحة ولا فيها تعب إن شاء الله. كل شيء بعد ما تضبط اللحم حطه بالبخار وبالفرن. طيب وإذا كنا في وقت حر والسمن ذايب؟ عادي تكبه وتدهن بس. دور مشاكل أنا بس. جميع الحلول موجودة معنا. كل شيء سهل يا أبو خالد. اليوم مطقم ترند ما شاء الله. لا الهبة نازلة، الهبة ما شاء الله. لازم. حتى الخاتم ما شاء الله رصاصي. حتى الساعة يا أبو خالد. يلا خليكم، أنا بروح لصديقي عبد المجيد. اي والله. وصلنا ان شاء الله، يعني مجهزين كل شيء. بيض الله وجهك. شوفوا الترتيب والصفه والشغل شيء. الحين لازم يغلي اللحم، نشيل الزفره منه، بعدين بنحط المطيبات الصحيحه. سلام. يعني هنا بنحط شوي بصل، وهنا بنقلل البصل يعني ياخذ لون تشقير، ونحط الثوم معاه والبهارات الناعمه، وعلى طول نطفي ونتبل الرز فيه. تمام. ولما ينطبخ الرز، نطبخ اللحم عفوا، نطلع اللحم نبغاه يعني 70% مطبوخ. نطلع ونحطه هنا ونعاير الرز، وعلى كل مكيال رز مكيالين مرق، و100% ان شاء الله. سلام. طبعا مع الحمص والثوم. هنا ايش حطيت؟ هنا الان بنحط وش هو هذا؟ زيت ولا وش؟ هذا سمن. سمن طبيعي 100%. سلام. سلام يا سلام. نضيف الثوم هنا الان. حلو. اضافه الثوم هذا كله الحين اذا تغير لون البصل بوقفه وبحط البهارات واخلطه وبحطه في الرز. هذا كله تتبيل الرز فقط، السمن والبصل. نشوف البصل ذاب الان، احتاج بس اللون الان يعطيه، يكسر حده الثوم ويشقر البصل، وعلى طول على الفخاريات هذه ان شاء الله مع الرز. الحين زي ما انت شايف شلنا البصل والثوم والسمن على النار، بنضيف له بهارات. سلام. كمون. حلو. سلام. كزبرة. اوكي. طبعا هذه كمية كبيرة، عندنا ذبيحة 17 كيلو تقريبا. وعندك الرز كمية بعد؟ عندي الرز فوق 7 كيلو. وهذا الهيل المطحون، إذا تحتاج هيل مطحون كثير ترى. وهذا الفلفل الأسود.
وتقلبها كلها هذا الحين. كلها بقلبها الآن مع الرز. هذا بهار مشكل. كركم بحط نص الكمية. أنا بهار مشكل فيه. سلام يا سلام. بعطيك هذا أنا أخذت. والقرفة بنملحها من ذوق الملح. يا سلام يا سلام. يا سلام. نحرك جميع المكونات مع بعض. تمام. سلام. شايفين الثوم، البصل، السمن، البهارات. سلام. الآن هذه كل المكونات هذه راح نضيفها على الرز، بياخذ لون وبياخذ نكهة، ونضيف الملح ونرتب الأمور إن شاء الله. نضيف البهارات الصحيحة. حلو. بعد ما شلنا الزفر بنضيف بصل كمية كويسة عشان النكهة. طبعا البصل قطع كبيرة كويس، قطع كذا. في النهاية احنا بنصفي اللحم. تمام. اعطنا القرنفل ولا هذا فلفل اسود؟ حطينا فلفل اسود خلاص مسك. يلا شوي. يلا زيادة في الفلفل. يلا ما يخالف. وبحط شوي فلفل اخضر. حار. كلام انتهى نفس نص ذبيحة. هذا الفلفل الوسط. يعني في فلفل احر منه الصغير الهندي بس هذا وسط. تمام ممتاز. ونقفل عليه. نسمع الصفارة 25 دقيقة. بعد الصفارة نطلع. نتبل الرز. التتبيلة سويناها هنا. نحط الرز على الرز كامل التتبيلة. بنخلطها بدينا بحيث ان الرز ياخذ النكهة تماما. سلام. ما نخلي شيء ابدا. شايفين؟ بعدين هذا قدامنا. ريحة البهارات شيء تتبيلة خرافية. ان شاء الله الطعم يكون افضل من الريحة باذن الله. ما شاء الله ما شاء الله. الحين تبلنا الرز. يا ريت الكاميرا تطلع الريحة. والله الريحة خرافية جميلة جدا جدا. مرة ريحة حلوة صراحة. شايفين اللون؟ هذا اللون والقوام اللي نبغاه. طبعا نشوف حبات الثوم نص طبخة هنا أقل حدية. فبعض الفخاريات بنزود عليها ثوم وفلفل اللي يحب الثوم الزيادة. لكن الأكلة هي أساس الثوم. لازم تكثر ثوم في الأكلة القدرة. اللي ما يحب الثوم الله يعينه. شوف اللون. شوفوا كيف اللون. ما شاء الله. ذهب. الحين بطلع اللحم احطه على جنب. بعدين اصفي المرق هذا. والمرق هذا بنطبخ فيه الرز كامل مع كل الحمص والطيبات. ونقفل عليه ونحط الفرن. عندك الحمص. اول ما تبدا بالحمص. طبعا الحمص على حسب الرغبه. في ناس تحبه كثير ناس قليل. تمام. نوزع على الفخاريات. سلام. تمام. حلو. والشيء الاساسي الثوم. الثوم زي كذا اذا كان نظيف نحط، لانه في ناس ما تحبه يعني يكون قوي، فاللي ما هو قوي بنحطه زي كذا. هو مع السوا تضغطه يطلع الطعم. نحط فيه شوي. حطينا وهذه ليش مقفلة هذه؟ هذه بخليها سبايسي هذه. سبايسي واكسترا جارليك زي ما يقول. يا سلام. عندي هذه شيء خاص فيني اللي هو الثوم زي هذا. حلو. وما يسوى زي كذا لكن انا بسوي زي كذا بالطريقه هذه. حلو. منها يعطي نكهه ومنها يحافظ على القوام، واللي يبغى يوخر الثوم. بثبتها في قاع الفخار. تمام بالطريقه هذه. نبدا نرتب اللحم. يا سلام. الفخاريات. ترتيب هنا هذه سبايسي هذه. هذه السبايسي. يا سلام. اللحم خلينا 20 دقيقه بالضبط. تمام. قد الضبط بس ما شاء الله ناهي. هذه بالله. شوفي هنا كيف ثوم. سلام يا سلام. نحط الرز. خلاص شوف حط اللحم كل الفخاريات. يا سلام يا سلام. سلام. نملاها. طب خلنا نقرب لك القدر. ايه عشان لا ينقطع. ايه حلو. تمام. بعده. يا سلام. بعد الرز وش بتسوي؟ بحط المرق. حلو. بعد الرز المرق. حلو. وبحط شوي شحم من الليه حقت الغنم. حلو. واقفل قصدي واوديها فرن المندي. سلام.
نحط شوي من الشحم هنا، يا سلام. وبعدين بنضيف عليه مويه، حلو. بنقصر. مو مويه لو سمحت، مرق اللحم. بالضبط، اي مرق اللحم، مو مويه، مرق اللحم. حار. مره عندي اقطعها. مرق اللحم هذا نبدا نضيف عليه. يا سلام. تغطيه بس صح؟ نغطيه. لا بالمرق تغطيه بالمرق صح؟ نغطيه بالمرق كامل. إيه؟ تقريبا مقدار 2 سم. يا سلام. حطيت كله فيها المرق، خلاص كذا جاهز. ايه سلام. دبل القصدير. حلو. وقفل كويس، يعني ممكن تسوي دبلين 3. حلو. اهم حاجه انه يتقفل كويس كويس. وعلى الفرن؟ الفرن ساعه وتشيك عليه، يعني من ساعه الى ساعه ونص، لكن ان شاء الله ساعه بيكون شغلنا مستوي 100%. نسوي لكم سلطه زبادي، لان القدره اكله دسمه فيها دهن كثير، نبرد الزبادي وبضيف على سلطه الزبادي قليل من الليمون عشان يوزن مع الدسم. الشيف معتصم، حبيبي، هل الزبادي يعتبر شيء اساسي ينزل مع طبق القدره؟ اساسي جدا. سلطه الزبادي لازم تنزل مع القدره بجانبها في الاغلب. تمام. بالذات اذا كنت ماكلها محلي، لانه ممكن يجي في البال انه طبق اضافي تحطه باختيارا، لكن انه هو ينزل معها اساسا. ضروريه جدا. يس. طبعا عندي المكونات، هذا الخيار، باشترين الخيار ومصفينه من المويه عشان يكون القوام ثقيل. يا سلام. تمام. نحط عليها. عندي الثوم هنا برضو. تمام. وهذا عصير الليمون اللي هي اضافي، هذا ما هي اساس الليمون، بس انا افضله مع القدره تحديدا لان مستخدمين لحم ما شاء الله فيه شحم، لحم بلدي يعني. تمام. ممتاز، يعني نعيمي، عفوا نعيمي، بس انه يعني فيه شحم كثير. تمام. وعندي النعناع. نعناع طبعا مجفف. النعناع المجفف والمطحون. ايه. وعادي احركها الان وبكذا كذا خلاص تكون جاهزة. حركها وتكون جاهزه 100%. يا سلام عليك. شو تسوي الحين شيف؟ الحين نفتح القدر حلو. زي ما انت شايف. حلو. ليش؟ ايه؟ عشان نحط شويه حطب، لان احنا ما سوينا بحطب كامل عشان تعطيها تدخين. يا سلام. بالضبط. تركي عليها. 10 دقائق وخلاص تكون تمينا الساعه وجاهزه، هي مستويه الحين تقريبا. ايش رايكم بالسبع؟ هذه يسمونها قصة الزلفي. يلا ما علينا، خلونا نكمل شغلنا. يلا قوهم. بسم الله، الله يقويك. يلا قوهم. يلا قوهم. هذه القدرة. هاي القدره. هذه قدرتك على الله يا قدرة الله، أمل عي الياس ياخذه مني. تكفى لا تكسرها انت والله. امتلى البيز قدرة. هذه اول واحده بالفلفل. هذه اول واحده بالفلفل. هذا حق تعال وين تعال مو عليك، يبي ينحاش. تبي تصور؟ صور لازم بس روحه ما فيه والله، ما تروح. هذه حركته دايم. القدره. هذه حركته دايم، يجي كذا يشوفنا مشغولين وينحاش، ما في روح. القدره هذه هذه جامع بين الكبسه وبين والله من الكاكه يا عبد المجيد، والله من الكاكه. من الجوانب اصفر. شوف الدكتور قاعد كذا، وش تسوون؟ وش هذا اللي قاعد؟ وش قاعدين تسوون؟ يتامل الكوليسترول اللي يجي. هذا الاكل هذا صح؟ ما في كوليسترول اليوم، ما بعد. ما في زيت زيتون اليوم. ايه اليوم خلصت. اليوم في سمن. اليوم سمن يعني يا مجيد الكاكه عندك اليوم في كل مكان ما شاء الله. اي والله. بسم الله ما شاء الله تبارك الله. معتصم نزلها شوي لا ينكبر رزقك، احنا ما نبي شيء يروح تكفى. ابشر. نعمة الله. ابد الشباب يتولوا، انا تكب ذولي والشباب يتولوا الباقي، ما عليك. يلا ابشر. على البخار حار مره. ما عليك، هم تكفلهم بالباقي، ما عليك. يلا انا هذا ترى بس كلها نص قدر. اي ما عليك.
انا والله عندي سؤال بس خلينا نخلص زينون. في سؤال مهم جدا هلا ابو فارس. وفي اسلم. فائده. اسلم. بس خلهم لين يكملون ذي طيب. وابرز بك هناك للمتابعين. جميل. تمام. بنسال عن حاجه. ايوه هي ابشر 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 ابشر. يلا انا ودي يكون عندك سوي لي اضافه دور. طيب. الموضوع لان الموضوع اللي بتكلم عنه الحين بيكون مهم جدا. طيب. اسمع حبيبي، وجه عبد الله لازم يزين ذا مره ثانيه. ابشر. انا متاكد هالحين انه يقول وش ذا الزين. ما شاء الله. يلا قوي عبد المجيد. اشبع حكاك اليوم. ما شاء الله تبارك الله. سعود صار مشهور عبد المجيد بالحكاكه ترى. خلاصة والله شوف حاطي دوره ما سوى شيء. والله بس بعطيكم راي. في شيء ورا يدك. وش ورا يدك؟ مدهنه والله. تسال عن عبد الرحمن الحمد. هذا هو ولا شفته؟ اي والله لا شفه. والله ما شفته. وينه؟ ها 3 مرات سأل عنك. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. هذا أطول صحن قدرة. اللهم أدمها نعمة وزدها واحفظها من الزوال وارزقنا شكرها. بيخلص الدعاء وإحنا ما وصلنا آخر. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد على كل حال. شكرا شكرا على الأفكار الجميلة. الله يعطيك شكرا الله. ما شاء الله تبارك الله.